بسم الله والصلاة على رسول الله. إني أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني أهنئ الأمة العربية والإسلامية والشعب العربي السوري الشريف من الجيش الحر إلى ثوار سوريا، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله تعالى عيد الأخر نلتقى بأطهر أرض هي بيت الله العتيق، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. 3 أشهر ونحن بالحصار، 3 أشهر ونحن بالحصار. شو معنى الحصار؟ معنى الحصار نحن متحاصرين من الأول، بس معنى الحصار 3 أشهر لا مواد طبية، لا مواد غذائية، لا كهرباء، لا ماء، لا فوتي، لا طلعة. حتى الصليب الأحمر اللي كنا معتمدين على الله ثم علي بإنقاذ الجرحى لا ساكن يحرك، لا فوتي ولا طلعة. ضاقت علي الجيش حواجز من كافة أنواع، متحاصرين. والجيش وبشار بالذات وحصرا حمص بده يقسمها لقسمين، عم يلعب على الوتر الطائفي، بده يقسمها قسمين، قسم إله وقسم إلنا. شلون؟ أحياء حمص القديمة من باب تدمر لباب السباع لباب الدرب لجورة الشياح للخالدية للقصور للأرابيس، هاي بخناق محاصرة كافة المحاصرات على الداير، لا فوتي ولا طلعة. بالنسبة وأؤكد للإعلام وأؤكد للشعب الأمة العربية كله، النازحين بحمص، كرم الزيتون، عشيري، جب الجندلة وهي جاي هيك، هاي ما حصار على فكرة. ها اللهم اشهد فإني بلغت، اللهم اشهد فإني بلغت، اللهم اشهد فإني بلغت. محتلة احتلال، هاي ما ذكرت لهلا، محتلة احتلال. الشبيحة قاعدين فيها طبعا بعد نهب الأملاك، الأرزاق، الحرق، القتل، الذبح، قاعد فيها واستوطن فيها. بده يلعب على الوتر الطائفي. أحذر الشعب العربي السوري، وأحذر الجيش الحر، وأحذر الثوار السوريين. حلب، إدلب، معرة، درعا، حمص، كله بحذروا. أنا وأحذر وأؤكد، أؤكد لكم وأؤكد وأؤكد، بده يسيطر على حمص، والسيطرة على حمص أضاع الثورة. يا رجال حلب، من حلب للشام ومن درعا لدير الزور لكل المحافظات، توقف لنجدة حمص مع المهلة 3 أيام، يفتحوا طرق ويفكوا الحصار عن أهالي حمص. عم يحاول يسعد حمص، وبإذن الله حمص واقفة وصامتة، بس المساعدة من الله ثم منكم. ادخلوا من كافة المحافظات، من حلب تدخل على المعرة، على إدلب، تحرك الرستن تلبيسي، من الشام لدوما لعربين تحرك وهي جاء على حمص، القصير، كل هاي المناطق تدخل لنجدة حمص. ليش؟ لأنه بده يقضي عليها، ولعب على الوتر الطائفي. وأنا أناشد الله وأناشد العلويين الشرفاء، أنتوا إخواتنا، النظام ما راح ينفعكم، لا هلا ولا بعديه. زايل 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 لا محال، زايل لا محال النظام. نحن انضربنا بكافة الأسلحة المحرمة دوليا، بإس أمريكا، إيران، روسيا، الصين. نحن الله معنا، هو عم يستعمل هدول الدول وعم يستعمل أسلحتهم، بس نحن الله معنا. الدمار لا يعلم فيه إلا الله، لا يعلم بالدمار إلا الله. ومحاصرنا، والحمد لله النبي تحاصر 3 سنين، ونحن رضيانين باللي الله كاتب لنا إياه، ومستعدين لآخر نقطة بدمنا، لا تراجع. وأؤكد لمرحلة ثانية من بعد الله تعالى عز وجل، من بعد مناشدة الله تعالى، أناشد الشعب والأمة الإسلامية بوقفة توقف مع أهالي سوريا وتدعمنا بالسلاح، بالمواد الطبية، بالمواد الغذائية، مشان نقضي على هذا النظام الفاسد.
حكيت شغلي. حسن نصر الله، الله لا يبارك فيه، وعامل حاله شيخ، لكنا نحبك، لكنا نحترمك، والله لا كنا بينبك ولا يم غيرك، لك حتى بيم النظام ما لنا علاقه. نحن ماشيين ومتكلين على الله، بس انتوا اللي حشتونا لهيك، انتوا اللي حشتونا لهيك. عالم شرفاء عم تشتغل بلبنان تأسرها، وعلى اساس انه هي من الجيش الحر عم تفاوض عليها، وعم تبعت عالم من عندك من شبيحتك يا عدو الله، عم تبعت عالم من شبيحتك يا عدو الله لحمص وعلى كافة المحافظات، عم تذبح وتقتل وتنهب وتسرق على اساس انك انت شريف، وانت والله ما بتعرف جنس الشرف والكرامه يا قليل النخو والضمير. والله العظيم انت وجماعتك وشبيحتك يا ندل ابرك بحمص، ابرك بكل المحافظات وحصرا بحمص. ما بدفنك باذن الله تعالى الا بحمص اذا تتنطوط على اهل حمص. يا بالشوم عليك، يا بالشوم عليك، ما بتخاف الله. والشغله الاخيره باذن الله تعالى، المعنويات بالنسبه لاهالي حمص عالي باذن الله تعالى، واقفين على كل الجبهات. من فتره برمضان حاول يدخل على حمص القديمه واندفن بقلب حمص القديمه، ونحن باذن الله الجبهات كلها جاهزين له. المعنويات عالي، والله ما بنتراجع ولا بنستسلم، وهي حطها حلقه باذنك يا بشار. بعد كل هالدمار اللي ساويته، وكل هالدم اللي مشيته بالاراضي، وكل هالاطفال اللي قتلتها، الذبح، مفكر نتراجع؟ والله هاي بعيد نجوم السماء اقرب لك. والله اذا انت العدل اهالي حمص الرباط، والله ما بنتراجع الا بشغلتين. نتراجع، بنقبل بالتراجع. اول شغله يا الشهاده يا النصر، ثاني شغله بنتراجع وبنخليك اذا بترجع لي 4 شغلات: زينب الحصني وحمزه الخطيب وهاجر، رجعوا لهدول وتم على كرسيك. بس فشرت عينك باذن الله تعالى. صامتين 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 باذن الله تعالى. الله الله يا مفرج المصايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايب، من هاب الموت لو جانا الامن كله، خرطوش كتير والفارد بارا بالله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.